عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. في إطار جهود حزب التحالف الوطني المصري لتعزيز التنمية المستدامة في محافظات مصر، اجتمعت اليوم أمانة محافظة أسيوط بحضور العميد محمد شرارة الأمين العام للمحافظة والهيكل التنظيمي للأمانة لمناقشة الخطط التنموية للفترة المقبلة. يأتي هذا الاجتماع في ظل حرص حزبه على تعزيز التنمية الشاملة في جميع المحافظات، ووفقا لرؤية النائب محمد خالد القاضي رئيس الحزب العميد محمد شرارة الذي تولى مسؤولية أمانة محافظة أسيوط، وقد أثبتت قدرته القيادية والتنظيمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحزب. يتمتع العميد شرارة بخبرة طويلة في مجالات الإدارة والتنظيم، مما جعله الخيار الأمثل لقيادة هذه المرحلة المهمة في محافظة أسيوط. محور الاجتماع التنمية المستدامة. تركزت المناقشات خلال الاجتماع على مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية في المحافظة. كما تناولت الأمانة تنظيم معسكرات وورش عمل تستهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة، بما يتماشى مع استراتيجية الحزب الرامية إلى تمكين الشباب ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأكد العميد محمد شرارة أن الحزب يضع نصب عينيه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع قطاعات المحافظة، مشيرا إلى أن العمل التنموي يتطلب تكاتف الجميع ومشاركة فعالة في مختلف الفئات المجتمعية، وشدد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. توجيهات رئيس الحزب. تأتي هذه الخطط التنموية بعد عرضها على النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري، الذي أكد دعمه الكامل لمبادرات أمانة محافظة أسيوط. وأشار النائب القاضي إلى أن الحزب يضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياته، ويعمل على تنفيذ رؤيته الشاملة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في جميع محافظات مصر. وأضاف أن الحزب يسعى دائما إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خلال العمل الجاد والمشترك، حيث تعتبر محافظة أسيوط جزءا مهما من استراتيجية الحزب لتحقيق التنمية في صعيد مصر. كما أشاد بجهود العميد محمد شرارة وفريق العمل في الأمانة لدورهم الحيوي في تنفيذ هذه الرؤية. ورش العمل والمعسكرات. من بين الأهداف التي تم مناقشتها في الاجتماع تنظيم ورش عمل ومعسكرات تدريبية تستهدف فئات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وتهدف هذه الورش إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية، مما يساهم في تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل ودعم المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد العميد محمد شرارة أن هذه الورش تأتي ضمن خطط الحزب لخلق بيئة تعليمية وتدريبية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين في هذه المبادرات. رؤية مستقبلية. اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الأمانة وأعضاء الحزب في محافظة أسيوط لتحقيق الأهداف المرجوة. وأعرب العميد محمد شرارة عن ثقته في قدرة حزب على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المحافظة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية وتفعيل دور الشباب في المجتمع. بهذه الرؤية الواضحة يتطلع حزب التحالف الوطني المصري إلى مستقبل مشرق لمحافظة أسيوط، حيث يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودفع عجلة التنمية إلى الأمام تحت قيادة النائب محمد خالد القاضي ودعم العميد محمد شرارة وأمانة المحافظة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.